ليه ناس عادية جدا بتتحول لأساطير، وليه ناس موهوبة فعلا بتختفي مع الوقت؟ روبرت جرين في كتاب الإتقان بيقولك الحقيقة من غير تجميل. الإتقان مش موهبة، الإتقان طريق، وطريق طويل ومتعب، ومش أي حد بيكمله. الكتاب ده مش تحفيز، الكتاب ده خريطة لو مشيت عليها صح مستحيل تفضل عادي. الفكرة الأساسية للكتاب: جرين درس حياة مئات العباقرة، علماء وفنانين وقادة ومخترعين، وطلع بنتيجة واحدة بس: مفيش عبقري اتولد جاهز، كلهم اتصنعوا. والتصنيع ده بيعدي ب3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى: اكتشاف نفسك. أول خطوة في طريق الإتقان إنك تسأل نفسك: أنا فعلا بحب إيه؟ مش شاطر في إيه، بحب إيه؟ جرين بيقول لو شغلك مش نابع من فضولك الطبيعي هتتعب بسرعة. ارجع لطفولتك، افتكر الحاجات اللي كنت بتعملها بالساعات من غير ما حد يطلب منك، الحاجة اللي الوقت كان بيجري فيها وانت مش حاسس. دي مش ذكريات، دي إشارات. المشكلة إن المجتمع بيعمل العكس، يقولك اختار حاجة آمنة، حاجة ليها مستقبل حتى لو مش بتحبها. بس الحقيقة النجاح في طريق مش بتاعك هو احتراق ببطء. المرحلة التانية: التلمذة، ودي المرحلة اللي أغلب الناس بتقف عندها. مفيش مرحلة تسقيف، مفيش شهرة، مفيش نتائج سريعة، بس فيها أهم حاجة: بناء الأساس. جرين بيقولك قبل ما تبدع لازم تتعلم، وقبل ما تقود لازم تخدم. في المرحلة دي بتقلد وبتغلط، بتتعلم الأساسيات، وممنوع عليك الغرور. لو استعجلت هتطلع نسخة ضعيفة، ولو صبرت هتبقى قوة حقيقية. مفيش حد كسر القواعد بذكاء غير اللي أتقنها الأول. ليه المرحلة دي محبطة؟ لأن التقدم هنا مش باين. انت بتتحسن بس محدش شايف، بتتعب بس مفيش مقابل، وده طبيعي. جرين بيأكد اللي يكمل هنا هو اللي بيوصل بعد كده. المرحلة التالتة: الإتقان الحقيقي. بعد سنين من الممارسة عقلك بيتغير، بتشوف اللي غيرك مش شايفه، قراراتك بتبقى أسرع، إحساسك بالصح والغلط بيبقى تلقائي، مش لأنك ذكي لكن لأنك جربت أكتر. الإبداع مش اختراع. الإبداع مش اختراع من الفراغ. الإبداع الحقيقي مش إنك تبدأ من الصفر. الإبداع بيساوي معرفة عميقة بالماضي، فهم الحاضر، ولمسة شخصية. كل عظيم اتعلم اللي قبله وبعدين ضاف بصمته. أعداء الإتقان: جرين بيحذر من 3 أعداء: الغرور بدري، والاستعجال، والمقارنة. ال3 بيكسروا أي موهبة. المتقن والناس: الإتقان مش مهارة بس، الإتقان كمان فهم للبشر. المتقن الحقيقي بيعرف يتكلم إمتى وإمتى يسكت وإمتى يمشي. القوة الحقيقية دايما بتكون هادية. الخلاصة النهائية: الإتقان مش حظ ولا ذكاء خارق، الإتقان بيساوي اختيار صح، صبر، تعلم عميق، ممارسة طويلة. أي شخص مستعد يدفع الثمن يقدر يوصل. العالم مليان ناس كتير موهوبة، لكن قليل جدا اللي صبر. لو كملت هتبقى مختلف، ولو صبرت أكتر من غيرك هتوصل لمكان غيرك ما كان عمر حد يشوفه. ولو استفدت من الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة.